لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزان خوشحالم لواني 1073 لوانا كان تفسير القرآن في رزبهم وخزمتان ومبست رزامن رب العالمين وهوادار وآزي السودي لور بقرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. والله خوشویستان و کلوانی رابردوش کەمێک باسی ئەو ئاتەمان کرد. رب العالمین لە پێش ئەوە کە فەرمووی لە بۆ پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم و لە بۆ ئیمانداران نەهاتیە داوای لێخۆشبوون بکەن لە بۆ کەسانێکی مشرک ئەگەر خزمیشیان بن لە دوای ئەوەی لۆیان بەدیار کەوت کە ئەوانە یارانی جەهەنەمن و واتە لەسەر کوفر مردن نابی داوای لێخۆشبوونیان لۆ بکرێ. ئیتر لەوانەیە کەسانێک وا تێبگا ئەدی باشە لۆ ڕێگا بە ئیبراهیم درا عليه الصلاة والسلام كوا داوای لێخۆشبوون لۆ باب بکە کە ئەویش مشریک و کافر بوو. رب العالمین دەفەرمی داوای لێخۆشبوونی ئیبراهیم لە بۆ بابی عليه الصلاة والسلام موعیدێک بوو وەکو وعدێک بە بابی خۆی دابوو بەڵام لە دوای ئەوەی کەوا لۆی بەدیار کەوت کە دوژمنی الله تعالى تەبەڕای لێ کرد. لەبەرەوەی ئیبراهیم کەسێکە ئەواهە لە ئەواه حەلیم کەسێکی لەخوا ترسە و کەسێکی حەلیم و لەسەرخۆیە. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه أي وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه أي ما وقع استغفار إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأبيه إلا بسبب وعده له بأنه سيستغفر له. كواتا تنها بسبب أويبو كوعدي بباب دابو كداوي ليخوشبوني لبوبك كما قال تعالى حاكيا عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قوله هل وەک خۆی گەورە لە سوورەتی ئیبراهیم لەوان دەجێڕێتەوە کە فەرموویتی ئیبراهیم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. يا ربي خوا لێم خۆش بی لە داک و بابیش خۆش لە ئیماندارانیش لەو ڕۆژێکەوە ڕۆژە حیسابە. و هەروەها لە سوورەتی مەڕیەم عینی بە هەماشەوە دەفەرمی کاتێکەوە باب بە ئیبراهیم دەڵێ قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. كاتكوا باب بإبراهيم دلتن آية لا برسرا وكي من لا دي إبراهيم أجر وازنيني أو رزم الدكم دي ليم دور كوا وليم ديابا أويش لولام دا دفرمي سلام عليك سلام اللبي سأستغفر لك ربي داوای لێخۆشبوونت لۆ دەکەم لای پەروەردگارم. و هەروەها لە سوورەتی الشعراء عینی بە هەمان شێوە دەفەرمی واغفر لأبي إنه كان من الضالين. إبراهيم داوا دەکا یا ربی خوا لە بام خۆش بی کە ئەو کەسێکی گومڕا بوو. و هەروەها لە سوورەتی الممتحنەش دەفەرمی قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. کەواتە بەڕاستی قدوەیەکی چاکن لە بۆنگۆ ئیبراهیم و ئەوانەی کە لەگەڵی بوون کاتێک إذ قالوا لقومهم کاتێک بە قەومە کافرەکەی خۆیان دەڵێن إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. ئێمە تەبەڕا لە خۆتان و لەوانەی کەوا دەیپەرستن لە غەیری الله تعالى كفرنا بكم كفرت بخوتان باعتقادتان دكين وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. يتردجاتي ورقليبون ولا ضلوا بأشكلا لقلنقو هيتمن حتى وكو أوكاتي إيمان بالله تعالى دين بتاكو تنيا إلا قول إبراهيم كواتا حتى إيرا إبراهيم لبنقو قدوة عليه الصلاة والسلام بخوي بواني كوالي قلي دابون
بلام ليردا استثناء لقول إبراهيم كاتكوا ببابي ضللي أبي لا أستغفرن لك داوای لێ خۆشبوونت لۆ دەکەم وما ئەملیک لەکە من الله میشن بەڵام هیچم لە دەست نایە بەرامبەر لە خزمەت الله تعالى لە بۆ تو کەواتە ئیبراهیم قدوەیە لە بۆنگۆ عەلەیهی سڵاو وسەلام لە هەموو مۆقفە هەڵوێستەکان تەنها لەوە نەبی کاتێکەوە گوتی داوای لێ خۆشبوون لۆ دەکەم بە بابی گۆ لەبەر ئەوەی ئەو کاتە هێشتا ئەمە لە چی مابوو کاتە بەڵام فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه كاتكوا لبوي بديار كتك أويان دجمني الله تعالى تبرأ لك أي فلما علم إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن أباه عدو لله كاتكوا لبوي بديار كتك دجمني الله تعالى تبرأ منه وترك الاستغفار له تبرأ لك وبهش شيء دايل خوشبوني ليناك لبوناك وكل تفسير رازي ضل اختلفوا في السبب الذي به تبين لإبراهيم أن أباه عدو لله لذا باشا كول بوي بديار كوت كوابابي دجمني الله تعالى هندق لزانان دفرمون بالإصرار والموت لو كاتلو بديار كوت كاتكو مصر بولا سر كفركيو لساري شمر وبراستي فعلا ولقل آد كبيرش وتري خوشي دقنزي كوات إبراهيم حتى وكما أبو أملش هبو هداية دور بقري بلام كمردو مصر بولا سر كفركي خوي بوشي وزمر على بوي بديارك أو دجمني الله تعالى داوي خوشبوني تسيدي لبو نكر هندش كذا فرمون بالإصرار وحده نكر بمرد نكر كظاني مصر لسر كفري وهذه هنا هندش كذا لا يبعد أن الله تعالى عرفه ذلك بالوحي وعند ذلك تبرأ منه هندش دلن الله تعالى بوحي لبوي بيان كركوا أو كسا وتباب إبراهيم كسي كدجمني الله تعالى هداد والناقري أو زلوكات تبرأ إليكر فكأنه تعالى يقول لما تبين لإبراهيم أن أباه عدو لله تبرأ منه فكونوا كذلك كواتا هلوكو إبراهيم كاتك ولوي بديار كوت كباب دجمني الله تعالى تبرأ إليكر دي أنقوش وكويبا فكونوا كذلك لأني أمرتكم بمتابعة إبراهيم في قولي واتبع ملة إبراهيم حنيفة والإخوة يقول فرمائي بيكن وكل سورة النساء واتبعوا ملة إبراهيم حنيفة اتباعي ملة دين إبراهيم بكن كإبراهيم كسيتش حنيف ولا سل عقيدتش صحيح بو الدور له هم ميل الشرك والعياذ بالله كواتا إن إبراهيم لأواه حليم إبراهيم كسيتش أواه حليمة لا مكش هلبو لام توكيد قسمية أي إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لكثير التضرع والدعاء لله كسيك إبراهيم زور هانادا بلبو خوايقر زور ملكتي لبو خوايقر دنوين زور دعاء ذكا اتر خوفا وحزنا هم بترس هم بخفت لخوايقر دبارتو صابر على أذى الناس له زور بآرامش آرام قريش لسد إيش وآزار خلق لبوي ذو رحمة بهم كواتا برحمي شبران بربوكساني كوازيتي شدا وصفح عما يصدر منهم إلي وهروا لخوشبوني شهي لو كارو كردوا خلافاني برانبري لكن كواتا لبو خوي أواها زور لخواده باريتو زور ملكتو زور آخو أوف دكا لترسي الله تعالى حليمي شبران بربخلشي دواناك عذابي متسري بالكو صبري لصدقني بنسبة حق خوش ليش يا خوش دبي وكل بقاعدة قوله تبرأ كاتك أخوي وذا فرمي فلما تبين له أنه عدو لا تبرأ من تبرأ دل الصيغة تفعلها تيا تفيد أنه أكره نفسه عليه السلام على البراءة كواتتفعل تكلفي تدا واتا إكراه نفسي خوي كرد إبراهيم لسرك وبراء الله بابك ثم علل تعالى ما أفهمته صيغة التفعل عن المعالج بقوله لبرتي يعني إبراهيم إكراه نفس خوي لك كواب تبرى لبابي بك لبر أوي خوي قول الله توي دفرمي إن إبراهيم لأواه حليم وإبراهيم أواه شديد الرقة الموجبة للتأوه من خوف الله زور دل نرمة ويكوا أخو أوف دكا دلي ديش لترسي الله تعالى ومن الشفقة على العباد وهروها زور بشفقية برامبر ببندكاني خوالوية نفس خوي إكراه دكا كوا تبرى لبابي بك سبحان الله لا تفسير راجج الله إنما وصفه تعالى بهذين الوصفين في هذا المقام كاتك الله تعالى لو مقام دا وصف ذكا بود وصفه لأواه حليم لأنه من كان كذلك كسك كوابي
فإنه تعظم رقته على أبيه وأولاده. كسك أو دلنارم به فعلا دلنارم برامبر ببابي برامبر من دار كانشي. فبين تعالى أنه مع هذه العادة تبرأ من أبي سبحان الله. لقال أو يكبخوي زور دلنارم أو ذلك قال واش تبرأ إلى بابي بكر سبحان الله. وغلظ قلبه علي لقال أو دلنارم يشيد دل الرقب برامبر ببابي لما ظهر له إصراره على الكفر. كاتك وبديار كد أو بابك ومصر لسر كفر لقل أو يكواب زور دلر ما أو زدر رغب بران بريشي. فأنتم بهذا المعنى أولى لوي أنقوش أولى ترن بويكوا بوشيوابن بران بربكافر كان. كذلك وصفه أيضا بأنه حليم وهو حليمش لأن أحد أسباب الحلم رقة القلب وشدة العطف كواتيق لأسبابه كاركاني حليم لسر خويوه كوازور دلي نرمه وزور عطفي هي. لأن المرء إذا كان حاله هكذا اشتد حلمه عند الغضب. كسيك كوا هوند دل نرم بي لكاتي توريش هل سرخويا وحليما. لدواي أوي دفرمي وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم. يتر الله تعالى لسنة واني كوا كسانك لدواي أوي كوا هدايات داينا برياري قمريان لسربدا حتى يبين لهم ما يتقون. حتى وكلوا أن بيانك تشتكي بيستخوان لباريزن كواتخوان يقولوا أن بيانك تشتكي كأخوان لباريزن لدواء كهداية دانة وزار من هزين لورون دكاتو بيستخوان لفرانش تفرانش تد باريزن يترخوان يقول سبحانه وتعالى قمريان ناقة لدواء كوا هدايتيان دو همو أشتانيان لبو بيان دكاتنك پێویستە لێ پارێز مەگەر بەخۆی خۆی لێ نەپارێزی ئەو کاتە مستحق دەبی بە گومڕایی. إن الله بكل شيء عليم. بێگومان الله تعالى بە هەموو شتێک ئاگادارە. لە تەفسیر ڕاز دەڵێ مناسبە واتە لەگەڵ پێشە خۆی لما منع الله تعالى المؤمنين من أن يستغفروا للمشركين كاتك والله تعالى إيمان داراني منع كركوا داوي استغفار لبو مشركان بكن والمسلمون كانوا قد استغفروا للمشركين قبل نزول هذه الآية. والله لبيش دابزين آتا مسلمانان داوالي خوشبونيان كرب لبو كسانشي مشرك بيش دابزين آتا فإنهم قبل نزول هذه الآية كانوا يستغفرون لآبائهم وأمهاتهم وسائر أقربائهم ممن مات على الكفر. لبيش دابزين آتك أوان داوالي خوشبونيان لو داكو بابو خزمو كسيان دا كرد كوالا سر كفر مردينة. فلما نزلت هذه الآية كاتب أتدابزي خافوا بسبب ما صدر عنهم قبل ذلك من الاستغفار للمشركين. مثل لو ترسان بيش أو أتدابزي أنت استغفاريان كربوا لبو كسانش مردي خوان كوا لسر كفر مردينة. إذا كوا أتدابزي لحال خوان ترسان دبي خواي جودا حسابيان لقلب كالوي كبيش تر فعلا استغفاريان كربوا لبو مشركة كان طبعا خواي جودا في النخيل لبروي حتى لو أن بيانك أو حتى أتدانا بزيا خواي جور لسر أوا حسابيان لقلناك. وأيضا فإن أقوام من المسلمين الذين استغفروا للمشركين وهو كسانك مسلمانا كوداويل خوجبونيا لبو مشركان كربو كانوا قد ماتوا قبل نزول هذه الآية. وهو كسانك مسلمان لبيش دابزينو آتا داويل خوجبونيا لبو مشركان كردبو ومردبوشن بيش أو كوا وأتا مسلمانانش مردبون بيش أو تدابزي فوقع الخوف عليهم في قلوب المسلم أنه كيف يكون حالهم. كواتك سو حال تجمرد بيش أوقات دابزي بحاليان كوبي لدواي أوقات دابزي أوانج بشويق مردينة كوات داولي خوشبوني على مشكان كردية إثر فأزال الله تعالى ذلك الخوف عنهم بهذه الآية. إذا خوي أو ترسي لسريان لا دبو آتا وبين أنه تعالى لا يؤاخذهم بعمل إلا بعد أن يبين لهم أنه يجب عليهم التقوى يحترزوا عنه. فات الله تعالى لقال هيز كسانك حسابيان لقال ناكاتن بكردويك لسر كردويك إلا لدواي أو كواخوا يقولوا أن بيان كذبي خوان لباريزن أجر بياني نكذبي لبيش أوا لسريانية ياخذ نيزاني أو كابرة أو هيتي لسرني والله أعلم. أبي حيان ضلي وأيضا لما بين تعالى أنه لا يستغفر للمشركين ولو كانوا أولي قربى كاتك وأخوي جور بياني كر كنابل ومشركة استغفار بكرة أجرتي خزمج بن فمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاستغفار لعمه أبي طالب كواتا بيغمبر صلى الله عليه وسلم منع كراكوا
داوای لێ خۆش من لە بۆ مامی ئەبوو طالب بکە و ئیبراهیم منع کرا لەوەی کەوا ئیستیغفار لە بۆ بابی بکە مسلمانان منع کران لەوەی کەوا ئیستیغفار لە بۆ مشریکان بکەن ئیتر ئەو مشریکانە خزمیان بنیان نا فكأنه قيل وكو دەگوترێ لا تعجب لتباين هؤلاء لا تعجب لتباين هؤلاء كواتا سرسر نمنه لبرجيوازي أو حالته فإضلال هؤلاء لم يكن إلا بعد أن أرشدهم الله إلى طريق الحق كواتا قمراي كسانيك لدواي أو بوكوا خواي قورا إرشاديان كردو رينمونياني كرد لبور رقاي حق بما ركز فيهم من حجج العقول التي أغفلوها أو كسانك وقمرابوينا خو خواي قورا لدلو درويني همو كسيك حجي ياخذ لسر فطرة خلقي كريك وحق دناسيتا فلهم أوان أغفلوها بلي بأقابون وتبيين ما يتقون بالطريق الوحي لدواتريش من الرقاي وحي خواي قورا همو أوشتانين لو بيان كردية كوا بيستخوان لباريزن فتضافرت عليهم الحجج العقلية والسمعية لويا أو كسان كوا لسر قمراينا خواي قورا يقام حجة لسر كردينا بوا حجي عقلي كوا لفطرته خواي قورا حقي بيناسان دينا وان ليبي آقانا دائم بوشته وهروها لرقاي وحيش عيني إقامة حجة لسر كرايا كوا خواي قورا مشتكان لبيان كردينا ومع ذلك لم يؤمنوا إن زاوان آمادا نبون إيمان بينا ولم يتبعوا ما جاءت به الرسل عن الله تعالى اتباعي أو وحيان نكر كولا خواي قولوا هاتي سبحانه وتعالى لرقى بيغمبران ولذلك ختمها بقولي لو آخر أتكبوية أن الله بكل شيء عليم الله تعالى ما مشتاق عالمة فيضل من يشاء ويختص بالهداية من يشاء مثل الله تعالى كسانك تايبدك بهدايات كويستي لسنة وكسانك تشيش برياري قمران السردة بمشيئة خوي مشيئتكش أو بري عدالته أو بري علمه أو بري حكمة تدا والله خوش فيسان ديار آتكش تتريج معك ومفسرين باسي ذاك بالله ملير دادا وستين ببشتوان رب العالمين لواني داهدو دين وخزمتي وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون